كان يا مكان كان في بنت جميلة اسمها كوكي. كوكي كانت بتحب قراية القصص جدا، وعشان كده في يوم عيد ميلادها وبعد ما الحفلة خلصت مامتها ادت لها كتاب كان بتاعها وهي صغيرة، وقالت لها الكتاب ده يا كوكي هيبقى أحلى كتاب هتقريه في حياتك، وهتعرفي ليه لما تقريه. وتاني يوم كوكي كانت متحمسة جدا وهي بتقرا الكتاب، بس اتفاجئت لما لقيته فاضي مفيهوش غير جملة واحدة، وهي لو حابة تعيشي مغامرة جميلة غمضي عينيكي. كوكي استغربت وقالت في سرها مغامرة جميلة أغمض عيني؟ طيب هغمض لما أشوف إيه اللي هيحصل. وفجأة حست إن الكتاب ما بقاش في إيديها، ففتحت عينيها فلقيت نفسها جوه غابة كبيرة وإن لبسها اتغير. ففرحت كوكي لأنها فهمت إنها تعيش مغامرة بجد. وبعدين جالها أرنب جميل وكيوت وقال لها إزيك يا كوكي؟ ما تستغربيش، أنا عارفك وعارف مامتك، أصلها جت هنا وهي قدك كده. انت في غابة مسحورة، يعني هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. وعلى فكرة ما تستغربيش إن لبسك اتغير، عشان كل شوية هتلاقيه بيتغير هو وشعرك وأنا كمان، وده عشان الملل. وأنا هبقى معاكي في مغامرتك لحد ما تخلص، تعالي معايا. كوكي قالت له الله، مغامرة؟ أنا مبسوطة جدا. هو أنت اسمك إيه؟ قال لها الأرنب أنا اسمي هارلي. فضحكت كوكي هارلي؟ أنت عامل فيها محمد رمضان وكده؟ فاستغرب الأرنب وقال لها مين محمد رمضان ده؟ فقالت له كوكي لا مفيش حاجة، ده ممثل بس جامد. فرد عليها الأرنب وقال لها بس مش أجمد من غابتنا المسحورة، تعالي لما أوريكي حاجة. وخدها ووداها عند بحيرة وقال لها هارلي يلا يا كوكي عشان تنزلي المية. كوكي كانت خايفة من المية وقالت له أنا ما بعرفش أعوم. فطمنها وقال لها إنها بحيرة مسحورة وإن كل اللي عليها إنها تحط رجلها في المية والمية هتاخدها للبر التاني. فنزلت كوكي وهي كانت في منتهى السعادة لأنها كان نفسها تعوم من زمان، بس خوفها من المية كان بيمنعها، وكانت مستمتعة جدا وهي في المية تقول يا سلام، المية لذيذة بشكل. ولما راحت البر التاني قالت كوكي لهارلي أنا انبسطت جدا، ده كان إحساس تحفة، ممكن أنزل تاني؟ فضحك هارلي عليها. وبعد كده اتفاجئت كوكي لما لقت سمكة جميلة طالعة من المية وبتقول لها ازيك يا كوكي. فكوكي قالت لها انت شبه السمكة نيمو، أنا هسميكي نيمو. فضحكت السمكة وقالت لها ده أنا سمكة مفيش زيي ولا في جمالي ولا شطارتي. استني، أنا كنت عايزة أقولك حاجة. إيه ده، هو أنا نسيت ولا إيه؟ فضحكت كوكي وقالت لها لا، ده أنت كده تبقي دوري بقى مش نيمو. فالسمكة قالت لها افتكرت، أنا كنت عايزة أسألك سؤال، تعرفي إيه الحاجة اللي ليها أسنان وما بتعضش؟ فكوكي ما عرفتش. فقالت السمكة طيب أنا هقعد هنا لحد ما تعرفي. ففكرت كوكي وقالت القفل. فضحكت السمكة وقالت لها لا، ده بيقفل يعني بيعض. دي حاجة انت بتستخدميها لشعرك. فقالت كوكي بسرعة عرفتها، المشط. السمكة قالت لها شطورة، يلا بقى كملي مغامرتك. يوه نسيت تاني، طب سلام بقى. وبعد كده خد الأرنب هارلي كوكي ووداها لجنينة جميلة انبهرت كوكي بيها جدا. وهارلي قال لكوكي دي جنينة الأحلام والأماني. فسمعت كوكي صوت رقيق جاي من بعيد بيقول لها أهلا بيكي يا كوكي في جنينة الأحلام. فبصت كوكي فلقيت جنية جميلة وقالت كوكي لهارلي واو، دي شبه الجنية الملكة اللي في تنة ورنة، أنا مبسوطة قوي إني شايفاها في الحقيقة. فردت الجنية وقالت لها بس أنا بحقق الأماني، قوليلي تتمني إيه وأنا أحققهولك. فردت كوكي بسرعة أنا نفسي أطير في السماء زي العصافير، بس ممكن هارلي كمان يطير معايا أرجوكي. فقالت لها الجنية طبعا، يلا طيري وانت كمان يا هارلي. واو واو واو.
تحفة، غابتكوا حلوة قوي. بصي هارلي الحركة دي. يا لو افضل طايرة كده على طول. النهارده احلى يوم في حياتي. فهارلي قال لها احنا لازم ننزل عشان في مفاجأة تانية يا كوكي. كوكي قالت له بجد؟ طب يلا. فنزلت كوكي وهارلي، بس كانت المفاجأة اللي يقصدها هارلي هو الديناصور. بس كوكي لما شافته خافت جدا، بس هارلي طمنها وقال لها انه مش هيأذيها، وقال لها كمان تروح تركب على ظهر الديناصور عشان يجري بيها في الغابة. فوافقت كوكي وهي مبسوطة، والديناصور خدها ومشي بيها في الغابة وهي كانت بتضحك ومبسوطة. واو. وبعد شوية شافوا هما الاتنين هارلي واقف، فقال لها الديناصور ده شكله هارلي مستنيكي. فكوكي ودعت الديناصور وراحت لهارلي وقالت له انت مستنيني؟ يلا بقى هنعمل ايه تاني؟ النهاردة احلى يوم في عمري. فسكت هارلي وقال لها وهو حزين جدا خلاص يا كوكي، المغامرة خلصت ومش هشوفك تاني. كوكي قالت له ليه؟ ما انا هفتح الكتاب واغمض عيني واجي تاني. هارلي قال لها لا، دي بتبقى مرة واحدة بس. فكوكي ردت عليه وقالت له هتوحشني قوي، انا حبيتك وحبيت الغابة، بس انا عمري ما هنساك. وقال لها هارلي وانا كمان عمري ما هنساكي، وسلميلي على ماما. يلا بقى انا همشي وانتي اقعدي هنا وغمضي عينيكي. فقعدت كوكي وغمضت عينيها ورجعت تاني لبيتها، وراحت لمامتها وحضنتها وقالت لها انا بحبك قوي يا ماما، ده كان احلى يوم في عمري. مامتها قالت لها قابلتي هارلي؟ انا قابلت هارلي وطرت وعملت حاجات كتير، هحكي لك كل حاجة يا ماما، كل حاجة. وبس كده. وانا من رأيي ان العيلة دي محظوظة جدا بالكتاب ده، بس احنا عن نفسنا محظوظين بيكم. فياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك للي ما اشتركش. وقبل ما اقول لكم باي باي، يا ريت تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا يقويهم وينصرهم. باي باي.